إلى التواجد، إلى الثقة، إلى المكانة، إلى أن تملأ هذا القميص كما يجب. نعم، هذه المرحلة يا فينيسيوس بهاتريك في مباراة كمباراة الكلاسيكو. فالفيردي هو الآخر، تشواميني يحصل على ميداليته، كامافينجا يحصل على ميداليته. بالتأكيد لاعبين بعضهم سبق وأن حصلوا على السوبر، ولكن بعض اللاعبين الآن تتاح لهم أيضا بطولة السوبر الأولى. بيلينغهام سوبر أول للسوبر بيلينغهام بكل تأكيد. الآن نشاهد ناتشو يحصل على هذه الميدالية، ولا نشوف الوقت اللي مر فيه، ولا ناتشو هو الكابتن. ذهب راموس. الآن عليك أن ترفع هذه الكأس، إنها 13 بتوقيت الميرينكي. عليك أن تذهب بها، أنت تعرف ما عليك فعله، أنت تعرف القصة كلها. نعم، وكل من ينتمي إلى مدريد يعرف الحكاية كلها. الآن في هذا التوقيت، في هذه اللحظة، الريال بطلا للسوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه. ريال مدريد سوبر إسبانيا، كبير أوروبا. ريال مدريد بلقب آخر وبطولة أخرى وهدف يتحقق. ريال مدريد لا يوجد أهداف غير قابلة للتحقيق. ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني هنا في الأول بار في العاصمة الرياض. ليس من السهل أن تكون الوصيف، ومن الصعب دوما بأن تبقى الأول، ومن المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. مبروك يا كارلو، مبروك يا ميرينكي، مبروك لكل عشاق الريال الملكي. لقب آخر وبطولة أخرى وفرحة أخرى. كل الكلمات تكررت، كل المنصات تكررت، كل الألقاب تكررت، وهذا الملكي لا يمل ولا يكل ولا يقف ولا ينتظر ولا يشبع ولا يكتفي، ويبحث عن بطولة أخرى بمجرد أن انتهى من بطولته الحالية. هل أذكركم لديكم ديربي في كأس الملك بعد 4 أيام؟ هل تعرفون ذلك؟ احتفلوا اليوم، غدا يوم آخر سيكون لكم فيه موعد آخر تبحثون فيه عن الاحتفال. تنظيم رائع جدا لهيئة الرياضة لبطولة السوبر الإسباني، احتضان هذه البطولة بشكل رائع. كانت أوقات ماتعة جدا، ساحرة جدا في العاصمة الرياضية في هذه الأيام. الرياض والتي تحتضن هذا السوبر وتنظمه وتخرجه بهذه الصورة وبهذه اللوحة. شكرا لكل من ساهم في هذه الاستضافة وهذا التنظيم. شكرا لمن أرسل هذه الصورة والرسالة للعالم أجمع. الآن مع نشيد مدريد نترككم في حفظ الله ورعايته. مبروك يا ميرينكي. هذه هي الكأس 13 لصالح ريال مدريد الذي يحتفل، وستتواصل احتفالات مدريد في ساحة وميدان ستانلر في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. فرحة كبيرة إذا في صفوف الميرينكي إذا في هذا الفوز هنا في الرياض، وبذلك يفخر بهزيمة الموسم الماضي بثلاثيها ويفوز برباعية هذه المرة. إذا فوز كابتن دكتور، فوز مستحق إذا طبيعي لريال مدريد. ريال مدريد الذي هذا الموسم ربما سيفوز